بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. وعملنا صينية كيكة النهاردة بالعسل الأبيض. اللهم صل على حضرة النبي. اوردر مطلوب مني عامة، وتوكلت على الله كده وعملته، واجت صاحبته بقى خدته. كانت رايحه زياره عامه وكده، جات لي ساره انا عايزه احلى صينيه كيكه من ايدك زمان اللي كنت واخداها الاولانيه. انا عايزاها مسكره وتبقى سكر كده عسل، ليه؟ انا رايحه زياره. قلت لها ماشي حاضر. طلبت صينيه واحده، هي كان يعني بحسبها ليه تطلب اتنين، هتطلب اكتر يعني الزياره دي. يعني قالت لا انا عايزه كفايه ايه واحده النهارده، وبعد كده ايه هبطلب منك تعملي لي واحده بقى انا لبيتي انا يعني. قلت لها خلاص اللي انت نفسك فيه. بدات عملت لها بقى ايه الصينيه الجميله ديت. وبعد ما طلعت من الفرن على طول وهي سخنه بدات اللي انا ايه ادهنها كده عسل ابيض وهي سخنه على طول. مش لازم ان انا اسيبها لما تبرد وكده، لا لازم تندهن على طول عسل ابيض عشان تخليها طعمها جميل وكده. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. دهنتها كلها وشها كده عسل ابيض. حتى هي اجت وانا شغاله فيها جات لي يا سور، قلت لها لحظه واحده بس هخلص كل حاجه وخدها بقى وتوكل على الله. بس لازم ان انا ايه اصور كده قصاد الكاميرا، ليه بدأ الخطوات من الاول، ما ينفعش ان انت هتشيلها وتمشي على طول، وعشان يعني اكمل الفيديو كده. قالت خلاص، ولا فضلت قاعده قصادي كتير لحد ما خلصت. وقالت ربنا يعينك ويقويكي يا رب، واحنا كلنا نقف جنبك يا سوير. شفتوا هي خلعه من الجلابيه يا جماعه، وبسم الله ما شاء الله. هي بس عايزه ايه اجيب صينيه واقوم جايه ايه كافيها عليها كده. بس انا طبعا عشان دي مش بتاعتي وما ينفعش ان انا اقطعها بكيفي اني، هم كلهم براحتهم. هي تاخدها عامه هتقعد وتقطعها وترص هي في كرتونه وياها، ولا هي حره تاخدها بحالها وتبقى تجيبها لي. ده حسب ما هي رغبتها هي يعني. بس في الحالتين هي بقى براحتها، دي صينيتها وهي حره فيها. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا انا جبت بقى ايه المقادير بتاعت صينيه الكيكه. جبت كوبايتين لبن وكوبايتين سكر، ده في الخلاط. وجبت 5 بيض و2 بيكنج باودر و5 فانيليا وكيس محصن كيك وكيس عصير برتقال. ده كله ضربته في الخلاط. بس اللي ما انضربش في الخلاط البيكنج باودر وال5 فانيليا والكيس محصن كيك. ده اللي ايه ده اللي اتفضى على العجينه بعد ما كبيت الخليط. وانا خلط الكيلو الدقيق. وجبت معلقه فانيليا، معلقه قصدي خل، ورشه ملح عشان ريحه الزفاره. تمام. وكوبايه سمنه، نصها سمنه ونصها زيت، ضربتها برضو في الخلاط مع اللبن والبيض والسكر والكيس بيكنج باودر، الكيس محسن كيك قصدي، والكيس عصير برتقال. ده كان في الخلاط. وجبت بقى ايه ضربته ضربه معتبره بالمضرب الكهرباء. انا كنت عايزه المضرب اليدوي بس قلت لا انا هجرب المضرب الكهرباء كده احسن، ليه بستعمله على طول يعني. وجبت الصينيه دهنتها زيت ورشه دقيق عليها كده زي ما كانت امي بتعمل يا جماعه على طول، انا متعلمه منها كل حاجه. وبدات شفت الخليط عمل ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا ولا في اي حاجه. انضرب ضربه معتبره كده مظبوطه. وشغلت الفرن. انا متعوده قبل ما ابدا اعمل اي حاجه في ايديا اقوم شغاله الفرن يا جماعه. بحط الكيك على طول، ما بتاخدش اي حاجه. اللهم صل على حضرتنا. بس بهدي عليه بقى يفضل مع نفسه كده. واحلى صينيه كيكه يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منها. وطبعا اللي انا برش على وشها دي يا جماعه دي جوزة الهند. انا دايما بزينها كده في الاخر بجوزة الهند. في ناس مش عايزه جوزة الهند عادي، بس هي قالت لي زي ما انت عملتيها وجبتها لي، ولما انا عملتها واديتها لها زي ما انا ايه على طول هي عايزاها كده، جبت لها جوزة الهند ودهنتها. وطبعا ده عسل ابيض جبته برضو، اديتها تزويجه جميله كده. انا عامه ماشيه بالعسل الابيض على طول. كنت عاملاها لها قبل كده بالعسل الابيض، قالت يا ساره انا عايزاها نفس العمايل اللي انت كنت عاملاها ليا بالظبط. قعدت قصادي بقى وفضلت تتكلم معايا، وايه الحلاوه ديت وايه الريحه الجميله ديت بسم الله ما شاء الله. لا كانت مبسوطه من الصينيه بطريقه رهيبه يعني. قالت يا سوري هي حلوه كده ولا محمشه قوي ولا اي حاجه، انت ظبطها في التسويه يعني مظبوطه كويس. قلت لها لا انا بحب التسويه دي، سوا ليكي سوا لينا سوا لاي حد. انا ماشيه بالتسويه ده على طول، لازم تبقى لونها جميل كده. اللهم صل على حضره النبي. قالت لي يا سوري، قلت لها شوفي انا كنت بشاور لها يا جماعه، بس منها بشاور ومنها اللي انا بصور برضو. قلت لها بصي هي خلعه من كل يم يعني، انت لو جبت صينيه وكفتها عليها هتبقى بسم الله ما شاء الله. قالت خلاص ماشي. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا عاملة ازاي.